بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي. إن شاء الله هنقدم لكم طريقة تصنيع الزجاج السيد الفارغة. زي ما حضراتكم شايفين أدي الزجاجة طبعا طالعة من المكنة، وبعد ما بتطلع من المكنة الخاصة بتصنيع أو نفخ الزجاجة بيتركب لها الصبية اللي قاعدين بيركبوا استيكر على طول ليها. طبعا أدي ده اسمه ليبل، اللي هو بيبدأ اللي هو بيبقى عن الجزازة، هو ده الليبل حضراتكم. أما يبقى بالشكل ده حضراتكم بيخش بعد كده المكنة، وليه اسطمبة جوه في المكنة بطريقة تسخين والهواء بنفخ، بتطلع الزجاجة اللي حضراتكم بتشوفوها. فده حضراتكم اللي بيقولها هيدخل حضراتكم المكنة ويخش على فرن اللي انتوا شايفينه منور هناك ده. طبعا بيخش على الفرن، بيطلع من الناحية التانية الزجاجة. فإن شاء الله هوريكم المرحلة ديت ازاي بتمشي. دي مرحلة تصنيع الزجاجة يدوي. الصبي اللي قاعد بيحط 2 ليبون اهم، دي يدوي. بيطلعوا الزجاجتين بيتنفخوا ويطلعوا، حضراتكم بيحط غيرهم بيسحب الجزازتين، او حضراتكم زي ما انتم شايفين حاطط 2 ليبولها وسحب الاتنين الجزازة. زي ما حضراتكم شايفين 2 ليبول حطهم وسحب الجزازتين، ال2 ليبول دول اللي دخلوا هيبقوا جزاز اهو. حط غيرهم هو 2 ليبول اتخشوا اتنفخوا هم، هيحط 2 ليبول ويرفع الجزاز. ده النظام اليدوي. زي ما حضراتكم شايفين يعني كده بياخدهم الصبية، بعد كده بيركب لهم الستيكر باسم الجزازة ونوع الزيت وتاريخ الإنتاج وتاريخ الصلاحية وكله زي ما حضراتكم شايفين كده. والمكنة اللي جاية التانية ديت هتبقى نظام اوتوماتيك، يعني دي يدوي جزازتين جزازتين او زجاجتين زجاجتين. هنخش على المكنة الاوتوماتيك حضراتكم انتوا شايفينها اللي هي بتلقح لقيح ديت، اللي هي وريتكم الليبل دخل ازاي وطلع الناحية التانية الزجاجة. هوريكم انا بتخش الفرن ازاي. يعني هي اديكم شايفين الاحمر، اللون الاحمر اللي هناك ده الليبل داخل بيخش السخان. طبعا ليه درجة تسخين معينة. بيخش بيداخل مكنة على اسطمبة بتنفخ الجزازة، ليها اسطمبة بتنفخ الجزازة زي ما انتوا شايفينها كده، بتطلع الناحية التانية بتترمي قدام الصبع اللي انتوا شايفينهم دول. بيجوا مركبين الاستيكر على طول زي ما انتوا حضراتكم شايفين اهو. ده الصبية قاعدين طبعا بيركبوا الاستيكر على طول اهو زي ما انتوا شايفين، باسم الزيت ونوع الزيت وتاريخ الصلاحية وتاريخ الإنتاج وكل مواصفات الزيت الموجود ده في الاستيكر ده. طبعا ادي المكن حضراتكم اللي هي بتطلع الجزازة بعد ما تصنع اهي، بعد ما اتنفخت طالعة اهي. طبعا طالعة من بعد الاسطمبة بتاعتها. هنوريكم برضو الليبل وهو في الفرن. يعني الليبل بيخش الفرن بيطلع لكم زي ما انتم شايفين كده، يعني بيدخل من الناحية اللي هناك ليبل يخش السخان، بيطلع الناحية التانية جزازة. فإن شاء الله هوريكم أنا ادينا رايحين نشوف أهو. هو ده الفرن حضراتكم. فخليكم معايا لغاية ما نوصل. دي طبعا دي المرحلة اللي هي طالعة الجزاز زي ما انتم شايفين، يعني حاجة تفرح صراحة. ها زي ما انتم شايفين بترمي الجزازة قدام الصبية بركب الستيكر. طبعا هوري حضراتكم أنا الآن ازاي الليبل بتاخده بيخش جوه الفرن وبيسخن وبيخش بعد كده يتنفخ وجوه الاسطمبة بتاعته. ادي الفرن حضراتكم اهو اللي جواه الليبل. الليبل جاي اهو طالع من الفرن حضراتكم زي ما انتم شايفين اهو. ادي الليبل اهو طالع اهو ماشي قدامكم اهو. تمام. داخل داخل على الاسطمبة على طول والنفخ. يخش الاسطمبة ديت اللي هي شكل الجزاز اللي انتم بتشوفوها دي وبتنفخ. تمام حضراتكم. بيطلع الناحية التانية زي ما وريتكم. حضراتكم شايفين طلع الناحية التانية جزازة. فيعني أنا سعدت بوجودكم معايا حبايبي.